عايشين على خط الجبهات، يعني لازم يكون القدوة للنساء اللي عايشة على خط الجبهة، يعني نعطي القوة المعنويات مشان حماية أنفسنا والمرأة اللي عايشة بالخط، يعني من الاحتلال التركي، من هجماته، لأنه احنا عايشين صار 6 سنين وفايتين بال7، يعني دائما قصف ليلا نهارا. فواجب علينا أن نقوم في دورنا أن نعطي المعنويات للمرأة اللي عايشة هي على خط الجبهة، وبنفس الوقت هي نحمي أنفسنا. يعني لازم نكون احنا دائما القدوة، ومطلوب منا كدورنا احنا كمرأة يعني نحمي أرضنا، نحمي عرضنا، نحمي أهالينا بالجبهات. يعني واجب علينا حتى إذا كان بحالة حرب، يعني مثلا نداوي الجرحى، نساعد الرفاق العسكريين، نعطي القوة والمعنويات للمرأة اللي موجودة هي بالخط، لأنه نحن كمرأة منطقة الحدودية دائما نعاني بالقصف ليلا نهارا، وعايشين يعني كأطفالنا برعب. يعني وأنا بوجه منصحتي لكل مرأة دائما تعطي القوة والمعنويات للمرأة الثانية، يعني ما لازم نحمل حالنا ونهرب، لأنه إذا هربنا يعني هذا احنا عطينا فراغ للعدو مشان يجي ياخذ أراضينا وياخذ بيوتنا وأطفالنا ونسائنا. يعني أنا بوجه لكل مرأة لازم تكون هي قوية اطلاعية، يعني ما لازم تظل هي ببيتها قاعدة تقول أنا ما إلي شغلة، لا، نحن كمرأة واجب علينا كمان نحمي أنفسنا وبيوتنا وأراضينا. على عاتقنا كمرأة دور مرأة، يعني نوعي المرأة اللي موجودة هي بالمنطقة على خطوط الجبهات، يعني نعطي المعنويات، الدعم، القوة لكل امرأة هي موجودة. تكون قوية بهالظروف اللي نحن اللي عم نعيشها من قصف مستمر، يعني اليوم تعطي تكون هي قوية، أولادها خاصة إذا كانت امرأة عندها أطفال، أولادها وزوجها بياخذوا القوة منها. مجرد ما شافوها هي خايفة، الأولاد راح يخافوا، الزوج راح يخاف، هذا الشيء راح يؤدي أكيد للهرب. يوم تكون قوية وتضل صامدة، هذاك الوقت هي وجوزها بيقدروا يحموا أولادهم ويضلوا مكانهم محافظين على أرضهم ومن أي عدو انه يجي يحتلها او ياخذها. هلا مجرد ما المرأة كانت قوية بظل هالظروف وظلت صامدة مكانها، جاراتها النساء حواليها رح يستمدوا كمان القوة منها، المعنويات منها. هذا الشيء بخلي كمان بالنسبة للدفاع الموجود حوالينا من عساكر، يوم يشوف الأهالي النساء صامدات وقفات بأراضيهم ما يتحركوا، يعطيهم القوة ليدافعوا ويصيروا أقوى. ونضل صامدين مكاننا كنساء، الكل رح يستمد القوة منه. والله القصف دائما ومتكرر، يعني ما في وقت معين، دائما ضربات واستهدافات متكررة، يعني ما في وقت معين، دائما بضرب وقصف. يقع على عاتقنا أنه نرفع معنويات الرفاق معنا، مثلا أنه الخوف ما نعرف معنات خوف أو شيء، من تخافين أو تهربين يعني ما بمجال للاستسلام، أنه نرفع معنوياتهم، من صامدين نقوي حالنا بحالنا. مثلا إحنا نرفع معنويات اللي حوالينا، نهديهم إنه مثلا أزمة وتعدي، مقاومة بالنضال. أوجه له الرسالة إنه يظلن صامدات أقوياء، يرفعن معنويات العالم اللي حواليهن، إنه ما باستسلام، إنه الواحد هاي أرضه وبيته مستحيل الواحد يتخلى عنها.